بسم الله وعلى الله. إلى روح الشيخ حميدي إدهام الهادي. الفاتحة. حب الشيوخ وأغوات ووجهاء العشائر الكردية في قصر الزعيم الراحل حميدي إدهام الهادي، حللتم أهلا ووطأتم سهلا في البيت الذي يجمع الجميع على المحبة والوفاء والسلام. قصيدة ترحيبية يلقيها الشاعر سلطان العمر، فليتفضل. يا مرحبا واهلين باللي لفونا، ألف هلا واهلين والفين ترحاب في قلعة الأمجاد يوم لقونا مع زعيم عيال زاكين الأنساب. شمر هلا الردات ومن شرفونا يوم اجتمعنا كلنا ربع واحباب في مجلس فيها الخلايق لقونا مثل النظر بالعين تحضنها الاهداب. اقولها والكرد مهما بغونا معهم نكون لابنا ناس اجناب. ربع لنا وان كان يوم النخونا يلقوننا معهم على كل مطاب. الكرد ربع بالمواقف عطونا اخلاصهم والناس كل لها اسباب، وحنا معاهم دايما لا بغونا ننطح وجيه الخيل والخيل هراب. وحنا والجميع بخنونا يدرون بنا فوق هامات وهضاب. والكرد قولوا شلون ماهم لقونا، حنا لقيناهم عزيزين واحباب. وعيدها ترحيب باللي لفونا، ألف هلا واهلين مليون ترحاب. سلامتكم. بسم الله الذي خلقنا شعوبا وقبائل لنتعارف لا لنتعارك، وبثنا بالأرض وجعلنا دعاة سلام لا خصام. خلقنا أعراق وألوان لنتمازج ونشكل سورا متين لا ينقبه شقاق ولا يظهره فراق. يا أخوة التراب أهلا بكم في ملتقى الأعراق والثقافات، أهلا بكم بقصر راعي الجزيرة، المكان الذي يتقاطع بها التاريخ وتلتقي بها الأديان، يفوح منه عبق الأصالة ويسطع منه نور الحضارة. أهلا بإخواننا الكرد، شعب الوفاء والإباء، شعب التراحم والتلاحم. في هذه البقعة تشكلت العلاقة المقدسة ما بين العرب والكرد، ونمت وربت حتى أثمرت وأينعت. شعب أثبت أصالته وعمق ثقافته. في هذه البقعة تمازجت الأسماء والأحداث واختلط الدم بالدم، فكنا كالخال والعم. أيها الأخوة، ومنذ قرون نشأت علاقة شمر والكرد، علاقة جاءت من قلب التاريخ الموحد ومن رحم المصير المشترك. تخالفت ألوانهم واتحدت قلوبهم، اختلفت مسمياتهم واتفقت سماتهم. هنا نطق الزعيم الراحل بقولها الخالد: إن من أعظم المحرمات هو النزاع الكردي العربي، وإن من الكفر الاجتماعي النزاع الكردي شيئا كناموس الطبيعة لا يمكن أن يحدث، وإن حدث لا يستمر. من هنا تبلورت نظرة التآخي والتلاحم، فجئتم أهلا ووطئتم سهلا في ضيافة راعي الجزيرة وابن راعي الجزيرة مانع حميدي إدهام الهادي. تاريخنا تاريخكم، ومستقبلنا مستقبلكم، ومقدساتكم هي مقدساتنا. دمتم لنا إخوة ودمنا لكم إخوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ مانع حميدي إدهام الجربة، شيخ مشايخ شمر، نشكر جهودكم الحفيفة
بما قمتم به من لمشم للقوة النبيلة من أبناء العشائر الجزيرة السورية الذي لهم تاريخ عريق في الدفاع وحماية مناطقهم. وباسم قبيلة الكيكان الكردية ترحيبي واحترامي لجميع الحضور. ومن هنا في قصر العزة وبقيادة الشيخ مانع حميد الجربة نؤكد على وحدتنا الوطنية ووحدتنا الأخوية في مواجهة كافة التحديات التي نواجهها، ونحن نواجه مصير واحد ووحدة حال واحدة. ونقول ونؤكد: الجزيرة السورية عصية في وجه كافة المؤامرات والدسائس التي تريد تمزيق النسيج الاجتماعي والإرث التاريخي الذي يجمعنا تحت المظلة الوطنية والأخوة والعيش السلمي منذ قديم الزمان. وفي الختام، عشتم وعاشت سوريا لكل السوريين، ونرفع رايات التحية لقوات سوريا الديمقراطية، والمجد والخلود لشهدائنا، والخزي والعار للقتلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة باسم العشائر الكردية والسلم الأهلي يلقيها الدكتور فريد سعدون، فليتفضل. التي تحت سقفها تآلفت القلوب وتلاقت الأرواح، مبارك هذه الدار. نلتقي على المحبة وعلى السلم وعلى التآخي. هذه الدار التي جمعتنا اليوم تحت سقفها، والتي مسك دفتها ورفع رايتها خير خلف لخير سلف بإذنه تعالى. هذه الدار دار العز والكرم، سليل الملوك والأمراء في التاريخ العربي. اليوم نجتمع هنا في ضيافة الشيخ مانع حميد إدهام الهادي الذي أكمل المسيرة بمبادرته هذه التي جمعت مختلف أطياف المجتمع في الجزيرة السورية هنا. هذه المبادرة المباركة التي هي من شيمهم ومن كرمهم، فهم الذين مسكوا هذه الدفة، هم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. إنهم اليوم يتابعون المسيرة، ونحن معا في وحدتنا هذه وعلى قلب رجل واحد. قال عليه الصلاة والسلام: اختلاف أمتي رحمة. لقد اختلفت أشكالنا وأعراقنا وألواننا، ولكن توحدت قلوبنا وتلاقت أرواحنا وانسجمت أفكارنا وتوحدت كلماتنا. قال سبحانه وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كأني أرى هذا المجلس في هذا اليوم وكأنه تحت عرش الرحمن، فقد تلاقت القلوب ونزع الله ما فيها من غل وحسد وحقد وتفرقة. قد اجتمعنا على كلمة واحدة، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. اليوم رغم المحن ورغم الآلام ورغم ما حل بوطننا وببلدنا وبسوريا من محن، وما تكالبت علينا الأمم من أصقاع الأرض كما تتكالب الأيتام على موائد اللئام، فإن ذاك لم يدر الفتنة في هذه الجزيرة. وبقيت العشائر وبقيت مجمل أطياف وفرقاء هذه المنطقة على قلب رجل واحد وعلى كلمة واحدة جمعهم السلم الأهلي بوعي عشائرهم ووجهائهم وكبار مجتمعهم، وأيضا بهمة
ما عمله وما قدمه من أفكار ومن مشاريع لهذه المنطقة من الناس المستقلين والمثقفين والأكاديميين في هذه المنطقة الذين حملوا راية الثقافة، ثقافة التعاون، ثقافة التكامل، ثقافة التسامح، ثقافة العفو. كل هذه الأمور هي التي كانت الحصن الحصين لهذه الجزيرة، كانت السد المانع أمام الفتن، أمام التفرقة، أمام ما لنا وما تعانى منه الوطن من هذه التفرقة في مختلف محافظات المدينة. بقيت هذه المنطقة منطقة متصالحة، منطقة منسجمة، منطقة متآلفة. لذلك فإن هذه المبادرة التي يقوم بها الآن الشيخ مانع حميد الهادي تصب في نفس المجرى، مجرى التوحد الذي يلم جميع الأطراف وجميع الفرقاء وجميع الناس الذين لهم مختلف الرؤى والأفكار في بوتقة واحدة. وعسى الله أن يجعل هذه البوتقة بوتقة السلم والتوحد وبوتقة التنمية والازدهار لهذه المنطقة، وأن يكون لنا هذا المستقبل الذي نحلم به ونفكر لكي يكون مستقبلا زاهرا لهذه المنطقة ولأبناء هذه المنطقة. دمتم ودام فضلكم ودام كرمكم ودام عزكم لهذه المنطقة. يدنا في يدكم ويدنا جميعا يد واحدة من أجل هذه الأرض ومن أجل أهل هذه الأرض. شكرا لكم. الشاعر سلطان العمر. دستورنا والتعاليم اللي تربينا على حفظها أعوام، إن كانت تسمح لي فأنا ودي أهيم بالوصف وابدع في تفاسير الأحلام. حلم يداعب هاجسي يوم أنانين، حاولت تفسيره لي من 4 أيام، عجزت، لكن على كثر ما ضين أهل القصايد جيتك اليوم منظام يا سيدي، والجو متلبد الغير، والدرب حطوه به مطبات والغام، وقاموا بتعويذات بعض الترانيم من شعوذات الشعر واسلوبها الخام، يتلونها بتلاوة دون تعظيم. أمري وأنا أمري على أمرهم دام، يبوني أبعد عن مداكم تجريم، اسلوبي يلي به تفاصيل وارقام، حسبت أعدد بين ضرب وتقسيم، ناتجه طرح أحلامهم والاستسلام، واطلع أنا متجدد في تراسيم، وجهي على ما تنفخر كل الأيام، وشلون مفخر وأنا وشلون مفخر دام كل يوم تكريم، الله مكرمني به بأحسن إكرام، ولو تنشد المجد عن مبعد الضيم، وعن ملتجى المحتاج لا جاه منظام، وعن قبلة الساعي، وعن ريف المظاليم، ومدهال أهل المجد عام بثرعام، لا شك بأنه وسط كل المجاهيم، قصر الدهام اللي تفاخرت بدهام، قصر الشوك، قصر الدهام اللي تفاخرت بدهام، قصر الشيوخ اللي لهم به تعاليم متوارثينه، والوفاء طيب وانسام، ورث لهم من اول العهد ما سين الا ولا والله ما هو بإنسان، فيها الكرامه والشرف والتعاليم اللي بها صرنا مع الناس حكام. المساله ما فاد به اي تعتيم، فاقت وضوح الشمس في كل الاحكام، فنسايلوك الناس عني لتحطيم نفسيتي، وانا مسوي بهم احطام. ذي ساد what the defense for you سنين I will tell them عن دليلي ويلام، منه نشدني قولتن what's your name I am صنديد وابو مشعل حزام، ولو تنشد الالهام عني وانا نيل يمكن اويها جو نركتي، لا ما يقنعه سنة سلامة وشعبين قولوكي أبي في خنبر
قولوك بخنبر الوعد قدام جدك وناكي ما لها غير تعليم من الحقيقة طيرنا بس عد حار جدك ولا وناكي ما لها غير تعليم بنطيرنا دايم بس عد حام ما يقنع سنة سلامة وشعبان قولوك بخنبر الوعد قدام جدك وناكي ما لها غير تعليم بنا الحقيقة طيرنا بس عاد حام حنا ترى كرد عرب والتكاليف نفخر بها في كل محفل والزام لا وين او جناب لا قلت لا وين على خداه وقشت مناتنا احلام تحقيقها مجد تليد وتحديد مكان حتمي على تلكم الهام في ذروة التاريخ لما بها سين مقام من قد كان مقامه قام فوق العلا والخلق ما سرهم حين سيقت إليهم عام يتلو بها عام لولاك يا من عظم الناس تعظيم حتى بدا في أعين الخلق قوام على الورى والعين مسبوقة الميم ألف ونون ساقها كله لام تهدى به للمجد سبقا وتكريم إليك يا من يرى سبقه تكرام وخلال دائرات فينا المجاهيل قولوا لهم من لامنا حق اللام والله ما للام يوم الوفادين يمطر على قصر حواترته تدهان. نقدم كل الشكر والتقدير والمحبة شيخ مانع ولعشيرة الشمر ولكل الناس الخيرين من العشائر العربية والكردية في شمال وشرق سوريا وفي على كافة أراضي سوريا الذين بتقاليدهم وبعاداتهم وعادات آبائنا وأجدادنا استطعنا لهذا اليوم أن نحافظ على التماسك المجتمعي وعلى الأخوة وعلى المحبة وعلى العيش المشترك ونتيجة للضغوط الكبيرة التي نواجهها والأعوان الكثيرة الذي يودون زرع الفتنة ولكن بفضل المجالس وهذا المجلس الكريم والمجالس الأخرى في العشائر العربية والكردية قدرنا أن نحافظ على تماسكنا وعلى أخوتنا وإن شاء الله أن نستمر ونلاقي ربعات تحوي وتلم الأخوة من جميع العشائر العربية والكردية ومن الأخوة السريان والآشوريين واليزيديين بنفس القاعات وبنفس المحبة وبنفس الأخوة وشكرا لكم وشكرا لكم شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي أشكر جزيل الشكر على القائمين على هذا القصر على هذه الدعوة الكريمة التي جمعت الأطياف الكردية وحصرتها بالكردية وأعتبرها مبادرة جميلة بالمضمون والمحتوى. أخواني حسب ما فهمنا من المبادرة أنه الشعب الكردي أو الشريحة الكردية هي متهمة بصفات الأعداء يحكون عليها. أنا أريد أكد الكلمة هذه في عنا طرفين سياسيين في الحركة الكردية في شمال وشرق سوريا. في الطرفين الاثنين ولا من طرف سياسي لا من قريب ولا من بعيد حكى لا على الانفصال ولا على تقسيم الأرض السورية. الكل يجمعون على الوحدة التراب السوري والأخوة هي بالتراب، الأخوة مو بالنسب بس. أرجو أنه هاي المبادرة تصير لتطور إلى حلول أخرى والاجتماع مع العشائر العربية بشكل رسمي ونقل هذه الرسالة إليهم. يعني خلينا نكون متأكدين أنه في عطب صاير في البناء وهذا العطب بده ترميم والترميم مطلوبة من الوجهاء الطيبة الوجوه الطيبة اللي تقدر تقوم تمارس العمل الطبي وتشرف على اللحمة الوطنية وتجمع معها سدات مشان تكون متينة وقوية. اللحمة لحالها ما تقدر تسويش بدها سدات جنبها. شكرا لكم. السلام عليكم. تسلم. هيئة الأعيان وباسمي شخصيا نشكر هذه الدعوة وهذه اللفتة الكريمة من الشيخ مانع وهذه
المبادرات متأصلة في هذه العائلة الكريمة أبا عن جد. كل الشكر وكل الموفقية لهذا الجمع الكريم. بالتأكيد قد يلاحظ البعض أنه الدعوة لشيوخ ووجهاء الأكراد صحيح هي علاقة متجذرة بين الشمر والكرد عبر التاريخ، وتتجدد باستمرار لما هو خير المجتمع. فبالتأكيد لا حدا يعني يأخذها بنية أخرى. هو أكيد مثل ما تفضل بعض الأخوة قد تكون الخطوة الأولى باتجاه لم كافة العشائر وأطياف المجتمع. أخوتي الكرام، كما تعلمون جميعا المنطقة بحاجة إلى وحدة وطنية ومشروع وطني سوري يلبي رغبات كل المكونات، ونتجاوز مآسي وأخطاء الماضي ونذهب إلى سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية. فهذه الحالة الموجودة اليوم أمامنا حالة الإدارة الذاتية وفي شمال شرق سوريا الكل شركاء فيه، الكل قدموا، الكل ضحوا، وأصبحت مثالا يحتذى به صراحة، ويوما بعد يوم تأخذ الكثير من التأييد والدعم من الوسط العالمي وحتى من المجتمع السوري. نرى هناك دعوات في درعا، نرى دعوات في السويدة تطالب بهذا الشكل من الحوكمة. فإذا سوريا يليق بها أن تكون لا مركزية تعددية موحدة لكل السوريين بدون استثناء. اليوم هذه المبادرة تسجل في سجل من ذهب، في سجل عشيرة أو قبيلة شمر عبر التاريخ، وفي سجل الراحل حميد الدهام الهادي رحمه الله، ونتمنى أن يكون، وأكيد راح يكون الشيخ مانع خير خلف لخير سلف. 2012 كانت النصرة حوالي هذه المنطقة، زرنا المرحوم باسم العلاقات الدبلوماسية لحركة المجتمع الديمقراطي، وكان جوابه كالتالي: يجب نحن القبائل والمكونات أن نحافظ على مناطقنا وأن نمنع أي تدخل خارجي أجنبي تحت أي اسم أو وصاية. اليوم هذه السنوات العشر اللي مرت كانت صعبة صحيح، لكن خلقت وآمال كبيرة لمجتمعنا وخاصة في شمال وشرق سوريا. البعض يتخوف من التقارب السوري التركي. نحن نقول الإدارة أقوى من أن تتخوف من هكذا. لدينا مؤسساتنا، لدينا قوات سوريا الديمقراطية من كل المكونات. بنينا أنفسنا من الصفر، وبدأنا من الصفر وانتقلنا إلى مراحل متقدمة، ويلزمنا الكثير. ولدينا مشروع وطني سوري كما تفضل الأخوة. لا الأكراد منفصاليون ولا العرب انفصاليون، ولا أحد يقبل أن تتقسم سوريا، لكن نظام الحوكمة، انظر إلى الإمارات، عشائر عربية كونت نظام فيدرالي فيما بينها 6-7 إمارات وكلها تعيش بأمان، وطورت الإمارات من صحراء إلى جنة خضراء. بالأخير أشكر هذا الجمع الكبير، وأتكون رسالة لهذا الجمع، لهذا المؤتمر، لهذا الملتقى، وأن نكون سعيدة إلى الخير، إلى الوحدة الوطنية، إلى نبذ العنف، نبذ الكراهية. وشكرا لكم والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر قبل كل شيء الأخ الشيخ مانع حميدي دهام الهادي زعيم قبيلة الشمر في سوريا على هذه الدعوة الكريمة، الدعوة التي نسميها هي دعوة الأخوة ودعوة المحبة لإخوتي العشائر الكردية في سوريا. ختاما كلمة باسم الشيخ مانع حميدي الدهام. بسم الله وعلى الله.
لقد تميز مجتمع الجزيرة بتعدد القبائل، وهو ميراث الأجداد الذي اعتدنا أن نحافظ عليه بعاداتنا وتقاليدنا وترابطنا الاجتماعي، وواجبنا نحن حمايته. لا نتطرق للسياسة، لأن ما يهمنا الآن هو وضعنا الاجتماعي وشرائح المجتمع العشائرية، فكلنا سوريين ومع وحدة سوريا. فهذا الجمع لنتشارك أوضاعنا الاجتماعية والعشائرية، وأن لا نكون عنصريين ولا متعنصرين. نحن أصحاب المنطقة ونريد أمن وأمان المنطقة، وأن تبقى خصوصية المنطقة لأهل المنطقة. مرت أخطار سابقة في الأزمة القريبة وفي الماضي البعيد، وبقيت العشائر ركيزة أساسية ثابتة موجودة ضمن جغرافيتها. هناك مخاطر قادمة وظروف غامضة ومستقبل مبهم قد يؤدي إلى تفكك العشائر، وهنا يكمن دورنا. هنا يكمن دورنا في توحيد الكلمة والتماسك العشائري، لنكون حزمة واحدة في مواجهة أي خطر يحاول النيل من مناطقنا، ولا نقبل الخطر، وبخاصة على الأكراد. نحن لا نقبل الخطر وبخاصة على الأكراد، ونحن والأكراد لحمة واحدة. فهذا الجمع مثالا يحتذى به عن أخوة القبائل، ونحن سنكون على العهد بعلاقاتنا التاريخية مع العشائر الكردية، فهي مستمرة وأمدها طويل. لذلك واجبنا الحفاظ عليها وتطويرها بعلاقاتنا وتماسكنا الاجتماعي، وهذه الواجبات هي من مبادئنا وأخلاقنا وعاداتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ مانع حميدي إدهام الهادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمو الشيخ مانع حميدي إدهام الجربة، رئيس قبيلة شمر الكريمة، حفظكم الله ورعاكم. نتقدم إليكم بالتهنئة والتبريكات بمناسبة تنصيبكم لرئاسة قبيلة شمر الأصيلة وراعية للجزيرة كخير خلف لخير سلف. من هنا نتمنى أن نوصيكم بقبيلة شمر الأصيلة والعريقة، والتي كلنا نعتز بها، وهي الإرث الكبير الذي تركه سمو الشيخ حميدي إدهام الهادي رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته في وحدة المصير والمستقبل بين العرب والكرد والمسيحيين، ماضينا وحاضرنا. وبإذن الله وبهمة الأسراء سنحافظ على هذا النسيج الاجتماعي المتماسك، متمنين لأخوتنا في قبيلة شمر العريقة المستقبل الزاهر والازدهار بقيادتكم الحكيمة، والتي برأينا ستزيد التلاحم وتعزز التعايش المشترك بين الأسراء في المنطقة. وباسم من شيدوا مدينة ديريك المالكية آل عبد الغني ووضعوا حجر الأساس لها وحافظوا على أصالتها وجوهرها من أي تغييرات، وحافظوا على علاقات الجوار والجيرة. ختاما نشكركم باسمنا وباسم أهل ديريك على هذه المبادرة الكريمة والدعوة القيمة، والتي تنم
عن عمق قراءتكم للروابط التاريخية بين الأصلاء وسكان المنطقة. مجددين شكرنا لسمو الشيخ مانع حميدي دهام الهادي الجربة على هذه الدعوة. آل عبد الغني ديريك.